بضعف أو تظهر مثلا القصيدة هناك خلل ما في هذه التركيبة يعني؟ أنا شخصيا كثيرا ما أنتقد المواكب العزائية، وليس فقط للانتقاد إنما هو للتطوير. نعم. بعض المواكب العزائية تجد فيها من التقليدية الشيء الكثير، و يعني لا تجد فيها اهتماما بالكلمة الحسينية. كل ما يكتب هو فقط التركيز على الجانب المأساوي والدموع، وما في أبعاد وآفاق أخرى. نعم. أعتقد مثلا عندما يأتي رادود مثلا ويقدم وجه الصباح علي ليل مظلم، رادود من الكويت الشقيقة محمد الحجيرات، قدمها بشكل عاد إلى التراث. زين، قدم قصيدة تراثية رائعة زين لسيد نعم. جعفر، وقدمها بشكل رائع. لكن تجد في بعض المواكب تأتي بأشعار تنزل إلى الحضيض بأشعار بسيطة جدا، لا ترقى إلى مستوى القضية الحسينية. نعم. نعم. كيف تقرأ الجيل الحالي ومدى قوة القصيدة لديهم مقارنة بأولئك الذين تقدموهم في هذه المنطقة العزيزة؟ وما هي أهم الملامح التي سجلها الجيل الحالي، وإلى ماذا يفتقر إذا كان هناك شيء تريد أن توجهه؟ نعم، أعتقد أن منطقة الخليج منطقة خصبة للأدب. يعني هناك البحرين لها تجربتها مع الشعر الولائي، القطيف، الأحساء، الكويت. نجد برزت الشعراء قدمت القصيدة الحسينية بشكل جميل جدا. أذكر مثلا تجربة الأستاذ جاسم الصحيح في الشعر الولائي، تجربة ناضجة لأبعد الحدود. تجربة الأستاذ ناجي الحرز. لدينا في القصيدة العمودية المحكمة لدينا الشيخ عبد الكريم الزرع من تاروت. لكن لدينا أيضا مجموعة من الشباب ترعرعوا في هذه المنطقة، ويعني قدموا الكثير من قصائدهم. أذكر يعني الأستاذ علي الشيخ، الأستاذ محمد الخباز، الأستاذ معتوق المعتوق، الأستاذ الصبحي الجارودي، والكثير من شعراء المنطقة. نعم. قدموا الأشعار رائعة. نعم. هناك سؤال يقول: لا شك أن الشاعر يعتز بشعره ويجد فيه تعبيرا حقيقيا عن مشاعره تجاه ما يكتب فيه، ولكن لا بد هنالك من قصيدة تحتل مكانة في نفسه، فأي هذه القصائد هي؟ نعم، لي قصيدة بعنوان غربة الرأس عن الجسد. كثيرا ما ألقيها في شهر محرم، وأتنقل بها من قرية إلى قرية. و يعني هذه القصيدة غربة الرأس عن الجسد، يعني رأيتها هي من أفضل ما كتبته في تجربتي الشخصية. ربما لا أدري يعني ما السبب الذي جعلني أتعلق بهذه القصيدة، ولكن يعني لكونها متعلقة بالإمام الحسين يعني تعلقت بها. ولعل العنوان يدل عليها، فهل أسمعتنا إياها؟ نعم. هي
قصيدة أيضا هي من القصائد العمودية أيضا الطويلة، نحاول يعني نختصر. غربة الرأس عن الجسد، إلى أين يا رأس الحسين تهاجر؟ أما للسرى عبر التشرد آخر؟ تغربت منذ الطف عن جسد الفدا، وما زلت رحالا كأنك طائر. تصببت يوم النحر نهر كرامة، وقد كنت كفء الموت والموت ماطر. شعرنا بإحساس انتصارك نشوة، وأنت على رمح العصابة حاسر. تفوقت يا رأس الحسين على العدا، تعاليت كبارا وهم أصاغر. وها نحن أهل الأرض نغفو على الثرى، وأنت الذي فوق السماوات ساهر. أبا الغربة الظمأ فداؤك أكؤسي، وما أكؤسي إلا الرؤى والخواطر. يناديك قلبي في براري هائما، ويهواك همي وهو في النفس غائر. يضج فؤادي داخلي ذات ظلمة، كما ضج في شهر المحرم عاشر. وتزحف أحزاني تؤدي طقوسها، كما زحفت نحو الحقول المقابر. وتبكي مناديلي وأمسح دمعها بعيني، يا نعم الهوى المتصاهر. هي الثورة الكبرى اختراعك سيدي، وتسمو الدنا فيما تراه العباقر. ولا خير في الدنيا إذا جار جائر، ولم يأته عبر الحقيقة ثائر. ولم يأته عبر الحقيقة ثائر. كان حوارا شيقا مع الأستاذ ياسر الغريب. نشكره على هذا اللقاء، وكما نشكركم أيها المشاهدين والمشاهدات على حسن إصغائكم، وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى مع شاعر حسيني نبحر معه من خلال إسهاماته في نبض الحسين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحيني واعذريني واقرئيني